شايف البحر شو كبير وشايف جماله؟ طب شايف السما شو بعيدة؟ وعارف ليه بعيدة كده؟ يا جمالك يا أرض مصر الخضرة، أرض الخير. يا مساء الألوان والجمال على كل مستمعينا، معاكم مريم عزمي على راديو 2 FM وحلقة جديدة من برنامجكم لونها. بيسموها الألوان الباردة، كالعادة سميها أنا اسم تاني خالص، ألوان الانتعاش. كل الدرجات دي في الدايرة اللونية بتدي إحساس الانتعاش، وده أكيد مرتبط بوجودها في الطبيعة. المية المنعشة والزرع المنعنش، وفي لون مميز من ألوان الورد. الروقان بقى والجمال كله والراحة والبهجة معانا النهاردة في حلقتنا. خليكم معانا عشان بعد الفاصل هناخد غطس منعش في أول ألوان. ساعات لما بنسمع ونشوف مواقف في مسلسلات وأفلام نقول ده شبهي جدا. في بيانولا هنناقش مواضيع وأسرار في شخصية كل حد فينا من خلال مشاهد أفلام أو مسلسلات. كل ده وأكتر هتعرفوه في برنامج بيانولا مع مي طارق كل يوم حد الساعة 8 مساء على راديو 2 FM. ورجعنا لكم بعد الفاصل اللي وعدتكم قبله بغطس منعش يرطب على القلب كده ويشيل الهموم. أكيد عرفتوا بتكلم عن أنهي لون؟ الأزرق. إحنا كوكبنا أزرق، البحر والسماء أزرق، الجمال كله أزرق. بيقولوا عليه لون روحاني، ودي حاجة منطقية جدا، لأن لما بنتأمل في السماء الصبح ونتعمق في جمالها بالليل، أو نقعد قعدة صفا كده على البحر، مين فينا مش بيلمس روحه وقتها ويحس بصلح مع نفسه أو يناجي بالروح ربه؟ صدقتوا بقى إنه لون مريح؟ لا، ومفيد جدا واستخداماته كتير. في أماكن العمل مثلا بيساعد على الابتكار والإبداع، ولذيذ جدا في أوض الأطفال. درجة الأزرق الزهري بتدي طاقة رهيبة، والبيبي بلو بقى السلام كله. ويا جمال درجات السما بالليل، الكحلي الجميل اللي من أجمل ألوان اللبس كمان. الأزرق بيدي كمان إحساس بالثقة، عشان كده بيستخدموه في العلامات التجارية لشركات كتير، وحوالي 53% من أعلام البلاد. يمكن حسب الإحصائيات هو لون الرجال المفضل، لكن أكيد في بنات كتير بيفضلوه زيي، لدرجة إن بدي أصحابي ألقاب زرق. واحدة منهم مثلا صاحبة القلب الأزرق، وواحد واخد لقب البحر، حد تاني لونه بالنسبة لي كحلي. انتوا كمان دوروا في حياتكم على ناس ممكن ياخدوا ألقاب زرق لو الحياة كلها ألوان، واعملوا لهم منشن في كومنتات الحلقة عشان يعرفوا قد إيه لونهم مميز في حياتكم. تاني لون مميز معانا، لون يمكن مش زي الأزرق من الألوان الأساسية، لكنه أساسي زيه بالظبط في الطبيعة، ومرتبط بيه جدا بالذات في مصر، لأن بعد نيل مصر على طول تلاقي أرض مصر الخضر. المياه الزرقاء هي اللي بتكبر الزرع الأخضر، معروفة. ومعروف برضو إن الأزرق مع الأصفر بيكونوا الأخضر الجميل ده. زودنا الأزرق شوية يكون الفيروزي، أو بيسموه الزمردي، فياخد من صفات الأزرق مع جمال الأصفر بخف، ويكون لون ملهم ومريح ويحسسك بالرفاهية والوفرة، تحس ببراح كده يعني. لو زودنا الأصفر عن الأزرق بقى يتكون الليموني الفريش، الليموني المنعش، النشاط بقى والانتباه وشوية إيجابية كتير كده. عشان كده غالبا أي علامة صح بتكون بالدرجة دي، قصاد طبعا الأحمر اللي بيدل على الخطر زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. هما عكس بعض في دايرة الألوان، عشان كده بيستخدموهم في المعاني المعكوسة. نسيب بقى درجات الأخضر من تقله وخفته من ألوانه الأساسية، ونخش في ظلاله ونوره، الغامق والفاتح. ونبدأ بالغامق، رمز الحكمة والرزانة في الثقافات المصرية والرومانية، بيرمز كمان للثراء والوفرة، وأغلب الأغنياء طبعا بيحبوه، وطبعا كلنا عارفين السبب. والفاتح بقى البدايات الجديدة ويمكن عدم النضج، عشان كده يتقال دايما على حد مبتدئ ده قلبه أخضر. طب ودرجة الزرع دي تعتبر إيه؟ ده مزيج من درجات الأخضر كلها، بس كل نوع عشب بيكون غالب فيه درجة منه.
والدليل إن نور الشمس وغيابها بيغير من ظهور الأخضر لعينيك. هو لون مهم كمان لثقافات كتير. في إيران مثلا لون مقدس، هو لون الجنة بالنسبة لهم. في اليابان الحياة الأبدية. سبحان الله في الصين اللي هي جنبها على طول بالنسبة لهم بيدل على الأخبار السيئة. وطبعا في الولايات المتحدة خير وحظ، لأن دي لون عملتهم كمان. مفيش شك إن الأخضر لون مهم في حياتك حتى لو مش بتحبه أوي، لكن غالبا هتلاقي درجة من درجاته تكون قابلها وحاببها. نيجي بقى اللون صعب أوي تلاقي حد ما بيحبوش. أنا دورت صدقوني، واللي بيحبوه بيكونوا مميزين من ألواننا المنعشة إنما جزء من تكوينه لون من ألوان النار، هو البنفسجي المميز. لك أن تتخيل عزيزي المستمع الفنان لون متكون من درجات السماء اللي بتحوطك ودرجة لون الدم اللي بتجري في جسمك، كمية احتواء رهيبة صح؟ لكنهم زمان ما كانوش يعرفوا ازاي يخلطوا الدرجة دي، وكان صعب قوي تستخرجها من الطبيعة لندرتها. عشان كده كان البنفسجي لون الملوك وما يلبسوش غير عظماء الشعب، وبالذات درجة الأرجواني اللي هو بنفسجي غامق يعني، اللي زي لون البنجر كده. نسيب بقى الملوك خالص ونروح للأكل. التوت البري بقى والبطاطا، الأكلات دي لونها البنفسجي مش من فراغ، دي جواها مادة مفيدة جدا للجسم. القلب بقى والذاكرة، ولون مفيد من جوه ومن بره كمان. درجات البنفسجي في الورد تجنن، تحسها أنيقة كده وتاخد عينيك. وفي اللبس بقى قمة في الشياكة والأناقة، ويخلي يومك العادي مميز. حقيقي ألواننا الباردة المنعشة نعمة للعين في الطبيعة، ومفيدة لصحة الجسم، لدرجة إنهم الألوان الوحيدة المستخدمة في المستشفيات ولبس الدكاترة طبعا جنب الأبيض. هات بيهم هدايا لحبايبك، هتدل على سلام كده في علاقتكم، وهتبقى شياكة جدا. ده طبعا لو بيفضلوا الألوان دي، لكن اوعى تخلي حياتك كلها بيها. لو هتستخدمها في بيتك يبقى بحذر عشان ما تحسش براحة لحد الملل. لازم يكون في تكامل في ألوان حياتنا، ولو مش عارفين يعني ايه التكامل ده، أو لو تعرفوه برضه، استنونا الحلقة الجاية عشان نتكلم عنه أكتر ونكمل الصورة ونلونها سوا. كانت معاكم مريم عزمي على راديو 2 FM، ومستنياكم في حلقتنا الجاية عشان نلونها سوا.